7 حاجات بتمنع الرزق حاول تبعد عنها. اول حاجه هي قطع الارحام. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سره ان يبسط عليه رزقه ينسأ في اثره فليصل رحمه. تاني حاجه قله السعي على الرزق، بمعنى افضل متكاسل ومقصر في شغلي اقعد اقول ان ربنا كاتب لي رزقي بدون سعي. لا يا صديقي، ربك بيقول بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. العمل عباده والسعي حاجه لازمه. تالت حاجه الربا، ابعد عن الربا بجميع اشكاله، اوعى تدخله في اي نوع من انواع الرزق. رابع حاجه الذنوب والمعاصي. والله العظيم الذنوب والمعاصي في حياتك كلها دي ضيق في الرزق وحرمان من خير وبركه ربنا. خامس حاجه عدم التوكل على الله، بمعنى انك انت يعجبك دماغك وتعرف تجيب القرش منين، فانت تثق في نفسك بزياده عن اللزوم وتنسى خالص ان الامر بصاحب الامر. التوكل على ربنا هو الرزق والخير. سادس الحاجه المكسب الحرام، والمكسب الحرام معظمنا فاهمينه غلط، مش مخدرات وكلام من ده. المكسب الحرام انك انت تزود في اسعار ماده او حاجه معينه او سلعه معينه الناس محتاجاها وانت تزود في سعرها وتستغل حاجه الناس في الموضوع. سابع واخر حاجه عدم اداء الحقوق الماليه، بمعنى انا ولا بتدفع صدقه ولا بتدفع زكاه. بيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.